تصريح خطير جدا لبيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية بعد ساعات قليلة جدا من اقتحام سبتة المحتلة المغربية من طرف الإسبان، وهذا التصريح يهز العالم ويبكي صحفيا جزائريا. لكن قبل أن نبدأ في سرد المزيد ونعلم تفاصيل هذا الخبر، أعطر فمكم بذكر الله وصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. بعد ساعات قليلة جدا من الهجمة الكبيرة، حيث عبر أزيد من 48 ألف مغربي ومن جنسيات مختلفة معبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، واقتحموه بالقوة وقاموا بالذهاب هناك. رسميا قالت الحكومة الإسبانية هذا القرار، وقالت بأن يتم ترحيل كل من قام بالذهاب إلى واقتحم سبتة بطريقة غير شرعية، وحرمانه رسميا من الإقامة الدائمة في إسبانيا. وعليه يرى مراقبون بأن بيدرو سانشيز في ورطة جدا، وهذا القرار يبكي صحفيا جزائريا لأن هناك أيضا جزائريون اقتحموا مدينة سبتة عن طريق المغاربة.